الزمالك بيكسب الداخلية 1-0 بأداء قوي، أداء فيه شراسة في الضغط، أداء فيه شراسة في استخلاص الكرة، بأداء سريع. كان رتم اللعب سريع جدا من جانب الزمالك النهارده. قدم أداء محترم، حتى لو فريق الخصم زي بلدية المحلة مش هو الأفضل أو فريق بيصارع من أجل البقاء مش في المقدمة، لكن يبقى الزمالك بالصفقات الجديدة، ويبقى الزمالك بالشكل الجديد مع المدرب الجديد بيقدم أداء في نوع من السرعة، في نوع من الحركة كتير بدون كرة، في نوع من الباص الكتير والشراسه والقوه الهجوميه، وده كان ينقص الزمالك في الفترات اللي فاتت. لكن الزمالك النهارده بيقدم جيم بشوفه جيم قوي جدا قدام فريق الداخليه، حتى لو قلت الخصم مش هو الافضل، او لو جيت تقارن فريق الداخليه بفريق زي بلديه المحله، هتلاقي البلديه اعلى شويه، بيلعب كوره اعلى شويه وبيقدر يوصل لمرمى الخصم اعلى شويه واكتر. ومع ذلك الاهلي قدر ان هو يكسبه 5. كون الزمالك النهارده بيكسب 1-0 وبيقدم الاداء ده وعنده اصرار على المكسب حتى لو مفيش توفيق، وكان في نوع كده من ان هم بيدوروا على ضربات جزاء ان ممكن يتحسب لهم ضربه جزاء، لكن في النهايه قدروا ان هم يكسبوا. وده يخلينا نقول ان الاهلي والزمالك المباراه اللي جايه في نهائي الكاس هتبقى مباراه قويه جدا، مباراه مش هتكون من طرف واحد، هتكون مباراه فيها نوع من التحدي، فيها نوع من اللي يفرض سيطرته اكتر، اللي هيكون اقوى في الالتحامات، اقوى في استخلاص الكره، اقوى في الضغط، اشرس في انه يكون قافل على الخصم ما يقدرش يلعب كورته اللي هو عايزها. فعايز اقول ان الزمالك النهارده بالاداء اللي شفته قبل المباراه كنت متوقع ان الاهلي يكسب 5-1 4-1 كده، لكن بعد اللي شفته النهارده اتوقع ان المباراه هتكون قويه جدا والاهلي ممكن يكسب 2-1 3-2. لكن في النهايه اتوقع ان الاهلي ان شاء الله هيكسب في مباراه الاهلي والزمالك. الزمالك النهارده قدم جيم يعتبر هو الافضل للزمالك في الفتره الحاليه اللي شفته فيها، سواء الماتش اللي فات ما كانش يعني حتى لو بيلعب فريق ابو سليم ما كانش هو الافضل، وماتش الاسماعيلي ما كانش افضل من كده. الماتش ده يعتبر بدايه الزمالك الحقيقه مع الصفقات ومع المدرب الجديد اللي مقدم شغل عالي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.